الانترنت في مصر فيه 3 ميزات مش موجودين في اي دولة تانية. بطيء، غالي، مش دايما موجود. وعندنا مستخدمين الانترنت في مصر نوعين، ناس عندها انترنت وناس نفسها في الانترنت. اي مواطن في مصر عنده نوعين انترنت، واحد على خط التليفون وده بيدفع اشتراكه، وده عادة ما بيكونش موجود، ودايما بيكون عنده وصلة من جاره، وده ساعات بيكون موجود. تعال نبص دول العالم عندهم الانترنت بكام. الشركة اللي احنا فاتحينها دي في اليابان عندها نوعين انترنت، 12 ميجا و50 ميجا. ال 12 ميجا ب 1895 ين، ده تقريبا ما يوازي 130 جنيه، وال 50 ميجا ب 2500 ين بما يوازي حوالي 170 جنيه. يا عم دي اليابان يعني كوكب اليابان الشقيق، انت تقارن نفسك باليابان؟ طيب تعال نشوف دولة تانية. انجلترا ال 16 ميجا ب 14.5 يورو، يعني حوالي 138 جنيه. انجلترا يا ابني دول انجليز، انت عايز تبقى زي انجلترا؟ طيب تعال نشوف المغرب. الشركة اللي احنا فاتحينها دي اقل سرعة فيها 4 ميجا، سعرها 99 درهم اللي هم حوالي 84 جنيه. انت ملاحظ ان اقل سرعة سمعناها هي 4 ميجا، 4 8 12. احنا بس اللي في مصر اللي لسه بنقول 256 اللي هو ربع بسطرمة، ربع ميجا. طب احنا عندنا ايه في مصر؟ عندنا 256، عندنا 512، عندنا 1 ميجا، عندنا الطلقه الجامد قوي. بس خلي بالك لو شربت كتير هنقفل عليك الماسوره. طبعا ده غير السسبنس ان الانترنت بيروح ويجي فجاه، احنا شعب كده بنحب المفاجآت. حتى الشركات اللي حاولت تنزل لنا السرعات العاليه وقال لك الانترنت فائق السرعه مش عارف يوصله للناس في البيت بسبب ربنا يخليها لنا البنيه التحتيه اللي هي شبكه الكابلات ما بين السنترالات والبيوت. شبكه الكابلات متهالكه. طب والمصرية للاتصالات فين؟ بتعمل ايه؟ دور جوه ذاتك. ادور فين يا كابتن؟ اهراماتك. مين يا كابتن؟ واللي على سد. طب ما تدور انت على حل بدل ما ادور انا جوه ذاتي. يعني حضرتك خارب لي شغلي وواقف لي حالي ومش قادر استحمل حنية خدمة العملاء عندكم. السلام عليكم. الانترنت واقع يا فندم. طب ممكن تطفي الراوتر وتشغله تاني؟ ممكن توصله مباشرة في السلك اللي جاي من بره؟ طب ممكن حضرتك تحط الراوتر على الترابيزة بدل الكومودينو؟ جرب عندك تهوي عليه. اشتغل يا فندم. خلي بالك انت ساكت ليه؟ انا مش ساكت يا فندم، ده النت هو اللي قاطع. وفي الاخر معلش والله اصل الفاتوره قفلت فحضرتك لازم تدفع وبعدين هنعوضك. طب يعني ايه الحل؟ اصل حضرتك مفيش ميزانيه يعني ان احنا نعمل البنيه التحتيه والحاجات دي، فانا مش طايق حضرتك، اتصرف ازاي؟ كل واحد منا ممكن يبتدي بدايه جديده بس هو يدور جواه. الله برضو الله، انا كل ما اكلم حد يقول لي دور. ازاي شركات الانترنت في مصر رغم انها شركات خاصه الا ان كلها بتبيع بنفس السعر لان حضرتك فارض عليهم تسعيرات معينه يبيعوا بيها؟ لا احنا استفدنا من ميزه الاشتراكيه اللي هي بتضمن وصول المنتج بسعر رخيص للناس اللي محتاجاه فعلا، ولا استفدنا من ميزه الراسماليه بان التنافسيه اللي بينهم تخلق لنا خدمه كويسه. حضرتك احنا خدنا الزباله من كل الانظمه. رساله لوزير الاتصالات الحالي واللي بعده واللي بعده واللي بعده. ازاي مصر ممكن تبقى دولة محترمة وحضرتك مدخل لي الانترنت بالشفطة؟ حضرتك لو مش عارف تجيب لي السرعة العالية بيع لي بالسعر القليل.